يا مساء الفل. النهاردة هنعمل مع بعض تتبيلة للديك الرومي. تتبيلة حلوة رغم بساطتها إنما هتطلع معاكم طعمها حلو جدا جدا، لأسباب هقول لكم عليها دلوقتي. السبب الأولاني هو طبعا بنغسل الديك الرومي ده، بتغسليه كويس جدا. هنا أنا معايا ورك، يعني ربع الديك ورك، بس ده ورك كبير جدا. بتغسليه غسلة كويسة قوي ونقعته ليلة كاملة في المية اللي انتوا شايفينها دي. يعني دي مية نقع، دي هرميها خلاص وهقول لكم كانت المية فيها ايه. اولا هنا برضو بعد النقع عملت ايه معايا. هنا بصلاية كبيرة، حبيتين طماطم كبار، متقطعين قطع صغيرة، وهفرمهم في الكبة، وحطيت معاهم توابل، وحطيت معاهم كمان قرنين فلفل شطة. دي التوابل اللي هي هوريها لكم. هنا في الوقت ده انا كنت طحنت الطماطم والبصل بس. تمام. هحط بقى معاها شوية توابل اللي انا مجهزاها دي، والطبق اللي قدامكم دي بهارات انا عاملاها. دي بهارات مش بهارات، مرقة مرقة خضروات فورية. مرقة خضار فورية عبارة عن شوية خضروات حمصتهم في الفرن، وطحنتهم في الكبة، وحطيت لهم برضو توابل تاني، وهنزل لكم الفيديو بتاعهم برضه هتشوفوه ان شاء الله. التوابل اللي انا هحطها مع الطماطم والبصل، وعملت كمان قرنين شطة معاهم. التوابل اللي انا هحطها اهي هوريها لكم. دي التوابل اللي انا حطيتها على الديك الرومي، ودي نفس التوابل اللي انا حطيتها على المرقة الخضار الفورية. عبارة عن كاري، بابريكا، جوز الطيب، حبهان، توم بودرة، بصل بودرة، شوية كمون صغيرين، شوية كزبرة صغيرين جدا جدا برضو. دي بالنسبة لهنا. تمام. واي توابل تاني عايزاه تحطيها حطيها. حطيت كمان رشة صغيرة جدا جدا قرفة، مش باينة حتى عندي، وتقدري تستغنى عنها، انا ما بحبهاش. تمام. دي التوابل اللي انا حطيتها، وملح طبعا. تحطي كبابسينة. حطيت ورق لوري. ورق لوري حلو مطحون كده، كان ريحته جميلة وكان طازة. كل التوابل دي حطيتها مع الخلطة، وكمان طحنت قرنين شطة معاهم، بس ما صورتهمش وانا بطحنهم، هوريهم لكم دلوقتي. وحطيت كمان حتة بتاع ده، حتة توم صغيرة جدا. دي معلقة عسل اسود. لو عايزة تحطي دبس رمان حطي، انا ما بيفرقش معايا دبس الرمان من العسل الاسود بصراحة. بحس ان هما اي حاجة فيهم بتنفع، لان احنا كده كده حاطين بهارات كتير. ودي مرقة خضار اللي انا عاملاها، حطيت برضو منها جزء. فيعني تقدري تحطي كمية توابل كتير، بس حطي من كل حاجة حاجة بسيطة. خلاص انا كده الخلطة خلاص خلصت، وافتكرت ان انا كنت عايزة احط معاها فلفل، فجبتهم وركبت السكينة تاني وطحنتهم. خلاص اهو، بص انا بوريهم لكم اهو، ان بعد ما فصلت الكاميرا طحنتهم اهو، قرنين اتنين زي دول. خلاص كده الخلطة بتاعتي جاهزة، ومفيش فيها لا زيت ولا زبادي ولا اي حاجة خالص من الكلام ده كله. ليه؟ لان انا استكفيت بالنقع الليلة في المية وملح. كان مية وملح وخل وسكر. يعني حطينا الملح وخل وسكر في المية، معلقتين اتنين او تلاتة خل، او يعني حوالي ربع كوباية خل. لان ده كانت قطعة كبيرة اهي، ربع ديك كبير، وزنه كبير يعني. فعشان كده انا حطيت خل وسكر وملح. بس معلش ان انا ما صورتش اللقطة الاولى اللي هي عبارة عن مية نقع، يعني ما كانتش مستاهلة تصوير. مية بتحطي فيها الخل والملح والسكر، وتبيتيهم ليلة في التلاجة. وحتى كنت حطاهم في حلة كبيرة جدا. منفعش احط الورك سليم، فقطعته زي ما انتم شايفين، الدبوس لوحده والجزء التاني لوحده، وبيتها ليلة في التلاجة وهي متغطية طبعا. وبعد ما عملت التتبيلة دي بيتها ليلة تاني في التلاجة، لان ما كنتش مستعجلة عليها. لو مستعجلة هي المفروض ما تقلش عن 4 ساعات، 4 5 ساعات التتبيلة دي تقعد فيها، والنقع نفس الحكاية. تمام. عشان خاطر دي حجم القطعة كبيرة، فعشان تشرب بقى في التتبيلة. وكنت عاملة فيها فتحات بالسكينة زي ما شفتوا. مهم جدا الفتحات اللي بالسكينة دي، عشان اللحم يلاقي مكان يمتص منه الملح
واللي يشرب برضو من التتبيلة، فهتطلع معاكي اللحمة طرية وهتتبسطوا جدا جدا بطعمها. اهو بص انا يعني شبعتها بالتتبيلة اهو، رغم ان انا عاملة كمية قطيتين وبصلاية كبيرة وكده، بس زاد مني شوية اهو زي ما انتم شايفين في الشفشة اهي، زايدة شوية في شفشة الكبة. ركنتهم على جنب. فانا يا دوب حطيت الكمية اللي انا حطيتها قدامكم دي بس، وهي هي نفس الكمية دي اللي انا سويت فيها. بدخلها الفرن، حطينا زيت ولا سمنة ولا اي حاجة خالص، هي بتشرب من الجلد اللي فيها والتتبيلة بتبقى طعمها جميل جدا. غطيتها بحتة استرتش تقيلة عندي مخصوصة للحاجات دي. حطيتها في التلاجة ليلة وسبتها تاني يوم لما حبيت اسويها شلت ده، وغطيت بقى بورقة زبدة، وفوق ورقة الزبدة غطيتها بورقة فويل، ودخلتها الفرن. خدت وقت قد ايه؟ حطيتها في الفرن في أرضية الفرن حوالي نص ساعة أو ساعة إلا ربع، وبعد كده طلعتها على الشبكة من فوق. بعد كده حطيتها على الشبكة من فوق، أخدت حوالي ساعة ونص أو أكتر شوية كمان. يعني مجمل تسويتها كله ومولعة الفرن من تحت بس كل الوقت، خدت حوالي ساعتين، من ساعتين لساعتين وربع في الفرن، مولعة من تحت بس على أعلى درجة. تمام. هنا بعد ما خلاص استوت، بعد عدى عليها حوالي ساعتين وحاجة بسيطة كده، كشفتها وولعت لها الشواية في آخر دقيقتين، خدت لون خفيف زي ما انتم شايفين كده عشان خاطر ايه ما تتحرقش. طبعا قبل ما ادخلها تحت الشواية خدت من المية بتاعتها دي ورشيت كده على الوش شوية، ودخلتها الفرن تاني على الشبكة لمدة دقيقتين، خدت لون خفيف جدا جدا. بس كده هو ده كل اللي انا عملته اهي. ده شكلها بعد ما خرجت من تحت الشواية، عدى عليها كان ساعتين او ساعتين وشوية، وكانت طالعة جوسي ومستوية جدا جدا وطرية، اللحمة بتاعتها طرية لان المية بتاعتها ما اتبخرتش كلها. عايزة اقول لكم طعم الصوص بتاعها دوت اللي موجود فيها او الصلصة اللي حواليها دي، طعمها جميل جدا جدا جدا. تقدري تستخدميها في رز، ممكن تاخديها تزوديها مية وتسوي فيها رز او تعملي فيها اي خضار. جميلة جدا جدا، يعني المية دي جميلة جدا ما تترميش. تمام كده. جربوها التتبيلة اللي انا عملتها والطريقة. اهم حاجة النقع في الاول في مية وملح وخل وسكر، وبعد كده التتبيلة المحترمة اللي تعمليها تتبيلة حلوة جدا، لازم تكون واخدة كمية بهارات حلوة، وتبيتيها برضو ليلة في التلاجة او 4 أو 5 ساعات على الاقل، يعني عشان دي قطعة كبيرة هتاخدي طعم لحمة حلو، وهتتبسطوا بيها جدا ان شاء الله. بس كده، ودي وصفتنا وخلصت. يا رب الفيديو يعجبكم والوصفة تعجبكم، وباي باي.